لست أنا الذي أشكركم على هذا المحضر الطيب. الإمام المهدي المنتظر هو الذي يشكركم، لأن في هذه الجلسة وهذا الحضور نصرة له وتأييد وتمهيد لظهوره المبارك. هو ينتظر مثل هذه الحركة منكم، ينتظر هذه المبادرة منكم، هو جاهز وما عنده أي سبب للتأخير، إنما هو ينتظر أن يزداد مستوى الوعي لدى الأمة والشعور بمسؤوليتها ومشكلتها. أما مع غفلتها وعدم وعيها حينئذ سوف لا يكون لحركته أي أثر. أمير المؤمنين عليه السلام تسلم الخلافة، جاءته بعد الثلاثة الذين سبقوه، لكن في أي ظرف جاءته؟ الأمة كانت مبعثرة مشتتة، أهواءها متعددة. الخلفاء السابقون خصوصا عثمان أغدق عليهم الأموال، فالإمام عليه السلام ما استطاع أن يقدم شيء. في ليلة من ليالي شهر رمضان رأى الناس يصلون هاي صلاة التراويح الآن اللي يقيموها السنة، فالإمام علي أرسل ولد الحسن قال لهم هاي بدعة، حاولوا جماعة أن يسووها بزمان النبي صلى الله عليه وآله ونهاهم النبي، قال ما يصير صلوات مستحبة جماعة، تصير الجماعة بس الفريضة. الإمام الحسن اجى عليه السلام للمسجد وبلغهم رسالة أبوه، المفروض رئيس الدولة أمير المؤمنين، وإذا ذول كلهم يلطمون على رؤوسهم: وعمرا وعمرا تريدون أن تغيروا سنة عمر. وأنا أقول لكم هاي سنة رسول الله، شنو معنى هالكلام؟ النتيجة أمير المؤمنين دفع حياته ودمه ثمنا لهذه الحالة المتردية التي كانت الأمة تعيشها. بينما لو كان جرت الأمور كما أراد الله تعالى لها ورسوله أن يكون هو الخليفة بعد رسول الله، كانوا أجلاء الأصحاب موجودين والعظماء كلهم الواعين لمنهج رسول الله كان موجودين، لكن بعد 25 سنة الأمور دورت. فمحل الشاهد هذه المساعي هي الإمام يفرح بها سلام الله عليه، ويعتقد أن فيها تعجيل إن شاء الله لظهوره المبارك وتمهيد له. مثل ما تفضل سيادة العميد، هي مسؤولية تضامنية، لا أحد يلقيها على الآخر ولا يقول هذا الكلمة المشهورة السعيد من اكتفى بغيره، لا، مسؤولية واسعة هي. كن نبادر كل احنا لا نتكل. الحديث النبوي الشريف يقول: إذا تواكلتم، واحد اتكل على الآخر، وتركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سلط عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. لا تتواكلون، هاي مسؤولية الجميع، كل واحد من موقعه. لا المرجعية وحدها تستطيع أن تفعل شيء، ولا المجتمع ولا العشائر ولا الجهات الحكومية والأمنية، هي مسؤولية الجميع. فهذه المبادرة مشكورة، مثل ما تفضل جناب السيد أيضا بأنه كانت مبادرة من 2010، ونسخة القرار أنا إذا كم أحسنتم قدمتها للأخوة، قلت لهم نسخة القرار يعني بالصياغة القانونية التي تلائم، وإذا أكو أي تعديل ربما مستجدات خلال هذه الفترة ممكن إضافتها. وتعاون هم جملة من الأخوة، يعني قلت لهم أول قرار أريد أكون يصدر من مجلس المحافظة الجديد هو هذا، يعني هكذا كنت تبادرون للموضوع. يعني قدسية النجف بتفاصيلها، ليس من المعقول أن يحصل هذا في النجف. العالم كله يفهم النجف يعني مدينة العلم ومدينة التقوى ومدينة وهذا فعلا هذا عهدها. النجف بيدها القيادة وبيدها الريادة. الحركات تعلمون من ثورة 20، من مواجهة الإنجليز قبلها، إلى الانتفاضة الشعبانية، إلى انتفاضة 77 الأربعينية، نجف محفوظ دورها في قيادة الأمة، والأمة تتباوع للنجف، تنتظر الموقف من النجف. صدام لعنة الله عليه طبعا حاول أن يذوب هذه القدسية
للنجف. والآن أيضا بعض المساعي شوفها من الصير بالكريسماس بالأخبار أكثر ما يتناقلون حفلات كريسماس مع النجف وكربلاء. خسارت هي بغير محافظات يعني. لا هو متقصدين يردون يرون أنه ترى احنا نجحنا بالنجف وجرينا رجلين بعض أبناء النجف إلى هذه الأمور التافهة. حاشا لي اسمع فريد يقولون يعني هاي نجاح ليودوا لأسيادهم أنه نجحنا. لا إن شاء الله ما ينجحون، أعمالهم إلى خسار وإلى الله تعالى هو تكفل بذلك. لكن نحتاج إلى عمل، ومن الضروري أن يستصدر مثل هذا القرار. يعني بصراحة المؤسسات الحكومية ما تسير إلا وفق قرارات. يعني مرة في جلسة مع قائد الشرطة الله يحفظه ويسدد خطأ، أبدأ استعداده لكل إجراء، لكن قال كل أقوى قانون يغطي عملي. يعني أنا من أدحبس واحد لأجل أنه قام بعمل منافي مثل للأخلاق وسائل أنه وفق أي مادة قانونية ألقيت القبض عليه. فلا بد إذن أن يكون هو هذا، أن يكون إصدار قرار يحفظ قدسية النجف، والنسخة السابقة موجودة ممكن إعادة قراءتها من قبل قانونيين ومن قبلنا أيضا الحوزة حتى تصاغ بشكل يسد كل الثغرات أمام هؤلاء، لا تبقى بمادة مطاطة وغير واضحة يمكن أن تستغل. ما لها معنى هذا الذي يحصل أبدا، ما له مسوى. فإن شاء الله بهمتكم مواقفكم. الجهاد ليس فقط حملتم السلاح ودافعتم عن مقدسات العراق، ولكن الجهاد تدري مفتوح في كل الساحات. جهاد العسكري جهاد وأديتوه ودفعتوا شر دواعش لعنة الله عليهم وكل هالفئات الإرهابية. أمريكا كانت تدعي أنه 30 سنة نحتاج للقضاء على داعش، وبفضل همتكم وتضحياتكم لا مو 30 سنة 3 سنوات انتهى كل شيء. والله تعالى شوفون ثمرة هذا الانتصار شلون متحقق. فإن شاء الله يد بيد لنصرة الدين ونصرة مذهب أمير المؤمنين، وهذا مسجل عند الله تعالى في الجنة شجرة تسمى شجرة طوبى. الرواية في أعمال شعبان موجودة. شجرة طوبى يقول كل عمل صالح تقوم به تتمسك بغصن من أغصان شجرة طوبى، كل عمل صالح تقوم به. فهي فرصة أن نغتنمها، هذه الفرصة حتى نحصل على المزيد من عطاء الله تعالى. شهر رمضان بعد هو شهر الهمة وشهر النشاط وشهر الإرادة القوية، فيكون مناسب جدا أن نستفيد من قدسية شهر رمضان. هناك هواجس وهموم وآراء تتداولها المجالس النجفية والعشائر والدواوين والمضائف حول قدسية النجف وحول وطنية المجتمع العراقي وحول الهجرة والهجرة المعاكسة التي تغزو مدينة النجف وتغير من طبوغرافيتها وديموغرافيتها. اليوم نأتي لنستشف ونستنير بكلمات سماحة المرجع علنا أن نخرج من هذا اليوم كما قال الإمام أبي الحسن سلام الله عليه الإمام الكاظم عليه السلام: من تساوى يوماه فهو مغبون. ونخرج إن شاء الله اليوم بحصيلة ونحن على أبواب شهر رمضان الفضيل. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. فأني يعني كما من سبقني شكر الشيخ الجليل آية الله العظمى، وأنا أكرر هذا الشكر لإتاحة الفرصة لنا وللمشايخ والسادات بالحضور أمامكم لإبداء آرائنا ومعرفة يعني رأيكم الكريم والوجيه والسديد. أنا حقيقة لا أخرج عن قدسية النجف بالحديث، ولكن عندي حسرة في قلبي لازم أقولها. أولا، النجف عندما نتكلم عن قدسية النجف لا نقصد المفروض النجف
الأرض المحافظة، الحدود المحافظة يعني والأقضية. النجف أكبر من هذه التسمية. النجف يعني التشيع، النجف يعني العالم الإسلامي بأجمعه، عرب وعجم. هذا من جهة. وكما تفضل الشيخ الجليل آية الله العظمى وقال وتحدث عن الخلافة وعن علي بن أبي طالب وعن عمر، كل الإساءات وكل المساوئ التي حدثت كان سببها الرئيسي هو الابتعاد عن منهج أهل البيت. ولذلك الشاعر يقول: أبا حسن وأنت صراط المهيمن لو أنصفوك، وأنت الذي جعلت قريشا عبيد، ولولا حسامك كانوا ملوك، وأنت الذي على آخره، وأنت المقدم في النائبات، ولكنهم في الخلافة أخروك، ولكن أخروا حظهم، ولو قدموا حظهم قدموك. هذا السبب الرئيسي الذي انحطت وتدهورت وانحدرت الأمة بسببه، وأسباب أخرى وهذه أهم الأسباب. لقد سبقني الأحبة في كلام جميل، ولكني أريد أن أقول: نحن في مكان يتعطر منه عطر العلم ويتضوع فيه نور الإسلام ويسير فيه معرفة الخير والحق، ونحن فخورون حقا أن نجد بهذه الأمة مثل هؤلاء العلماء الذين لهم بصمة في تاريخ الأمة الإسلامية، والذين سيبقون منارا رائعا لهذه الأمة، والذين سنفتخر بهم حاضرا وماضيا. شكرا لكم جميعا، شكرا للشيخ الجليل العالم النبيل، وفقكم الله لكل خير. قالوا هذا القرار اللي اتخذتوه انتو غير واجب التطبيق. شنو السبب؟ قالوا هذا يقيد الحريات، والدستور انطى الحق للعراقي بحرية التعبير والتصرف وكل شيء يبدر منه. اللي قدرنا نسويه، يقول، وجهنا العتبة العلوية كإجراء تنفيذي، طبعا بدون تغطية قانونية. هنا القرار تقيد، بنتقيد عندنا شيء بالقوانين، النزاع في القوانين هو يؤخذ بالقانون الأسمى. هنا القاعدة القانونية أنه الخاص يقيد العام تنطبق، لأن ما أقر القانون. اصطدم بشيء حجر عثرة، هو من المبادئ العامة هي الحرية، مبدأ الحريات والمساواة في الدستور. هنا خلى القانون غير حيز التنفيذ. بالنسبة للعتبة العلوية، خلنا ليش ناخذ كربلاء؟ طبقوا المبدأ مال المتخنثين واللي يلبسون ملابس ممزقة واللي شعرهم واللي يشبهون بالغرب، هذول ما يدخلون الحرم العلوي في حينها، وخلوا صور حتى نماذج من عندهم بأماكن التفتيش من تدخل للعتبة. شلون صار هذا مع عدم تطبيق القانون؟ هنا اتخذ اكو شيء اسمه إصدار قرارات تنظيمية لها قوة القانون. يعني اليوم أني أقرر بمديرية العشائر عندنا دوام مسائي ودوام ينتهي للثنتين، بس ضرورة خدمة المواطنين شريحة الشيوخ تحتم علينا عندنا عمل مسائي. هذا العمل أعطي قرار تنظيمي له قوة القانون. أمين العتبة صدر تعليمات في حينها أنه قرار تنظيمي له قوة القانون بمنع دخول هاي الناس، نفذوا قوة الصحن في حينها. مجلس محافظة بقى مكتوب في الأيدي، من اجى الكتاب مال مجلس محافظة وقف كل شيء. احنا هنا نرجع لكربلاء، نقول اخذت دورها العتبة الحسينية المقدسة بهذا الموضوع باصدار هذا القرار وتطبيقه، رغم انه كتاب مجلس محافظة نفس المجلس النواب اللي اجى النجف اجى الكربلاء. هنا تجي الواقع بالتنفيذ. اليوم انا ما انتظر في كل شيء المظلة القانونية، ما اظل مكتوف الايدي امام العبث بمقدسات الشيعة ودخول
السافرات في شارع الروان، المتخنثين وشكولهم، أماكن تجمع المتخنثين، بيع الأبر والحبوب الخاصة بالهرمونات تحول الرجل المرأة والمرأة رجل، مهرجان البحر، مهرجان المثليين، علم المثليين على الجسور اللي نشروه. أنا ما أبقى مكتوف الأيدي هنا نجي مجلس محافظة جديد ملزم أن يشكل وفد يروح المجلس النواب لكل قاعدة شواذ. قاعدتكم الحريات، احنا بالنجف توقفون هنا يم الحد يم العتبات المقدسة، حرياتكم إلكم. احنا هنا بالنجف المرجعية الرشيدة موجودة بالنجف وتريد من عندنا، مو هنا يجي دور أعضاء مجلس النواب بالسيد المحافظ وكلهم أبناء النجف، بعد عذر ماكو، وقفوهم إنهم مسؤولون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك وتطلع من حقها. اقعدوا سولف واحكي، ما تقدر لها أنعم الله عليك لهنا تعطينا كرسينا وروح الله وياك تكتر. جابنا شنو؟ واحد غيري ما يسولف الساعة وداه حكي بذاك الصوب وذاك الصوب، بس اكو الله يتباوع واكو امير المؤمنين جاي يسمع، كل امام المهدي عجل فرجه احنا سبب من اسبابه وجنوده، يعرف ويحمي ويمهد لنا الطريق. ان شاء الله ماكو طلب خاص، احنا جايين بشيء عام للنجف كله، وجميع ما طرح هو محل اعتبار واحترام ومسجل عند الامام امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام والامام المهدي عجل الله فرجه. سماحة المرجع الشكر الجزيل، أطال الله عمركم أن تكونوا لنا منار في هذا الوقت العصيب. نحن بحاجة إلى دعائك، تكرار هذا اللقاء المبارك دائما لتقوى عزيمتنا، ونبقى على خط المرجعية إن شاء الله حتى الممات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.